هل سألت نفسك ازاي في فيديوهات بتحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير؟ طب شوف القناة دي عندها 87 ألف مشترك من 44 فيديو، وآخر فيديو جايب 3000 ونص مشاهدة، والفيديو نازل من يوم واحد بس، وبتكسب شهريا من 700 دولار ل 11 ألف دولار. ودي كمان قناة عندها 320 ألف مشترك من 490 فيديو، وآخر فيديو جايب 600 مشاهدة في أول 20 ساعة، وبتكسب شهريا من 1000 دولار ل 16 ألف دولار. ولو عايز تعرف ازاي تنشئ فيديوهات زيهم، ادخل معايا فيديو النهارده، يلا بينا. فكرة المحتوى ده زي ما وريتك في الفيديو اللي لسه خلصان هي اوجد الايموجي المختلف. فكرة سهلة وبسيطة ومربحة، وهنستخدم لإنشاء المحتوى ده موقع واحد بس وهو كانفا. فتحنا موقع كانفا، هنضغط على فيديو ونضغط على فيديو دي اللي هو الطويل. فتح معانا الصفحة دي. اول حاجة قبل ما نبدأ في اي حاجة نغير الوقت، نضغط هنا ونغير الوقت ل 15 ثانية اهو كده. وبعد كده نيجي عند العناصر او الليمينيت ونختار الخلفية، يعني نجيب خلفية مثلا نكتب باك جراوند اهي، نختار اللي هي سبيرال، ونختار فيديو، ومثلا هختار دي اسحبها كده. لو لقيت الوقت تحت اتغير اضغط برضو زي ما احنا، هتضغط عليها كده وتيجي هنا وتكتب 15 ثانية كده مظبوط. بعد كده نضغط على حرف الار في الكيبورد وماشي. وبعد كده هنيجي عند الشيب نضغط عليها ونضغط على الشيب ونضغط على دي، تمام. وبعد كده نصغرها شوية كده، ناخدها فوق خالص مثلا نظبطها كده، اهم حاجة يكون في النص بالظبط، تمام كده مظبوط. زي ما احنا في الالوان مثلا ممكن هجيب بقى اللي هو الستايل بتاعنا، هحط مثلا ستوك هنا مثلا، هيبقى مثلا مقاسه 7 مثلا كده مظبوط. بعد كده نضغط على الت ونسحب كده عشان نعمل نسخة تانية، نضغط على شيب برضو ونخليها الدايرة ونصغر المقاس بتاعه ونظبط مقاسه دلوقتي كده مظبوطة. يعتبر كده أول خطوتين. بعد كده نغير مثلا الستوك نخليه لونه أبيض، وبعد كده نجيب التايمر، تايمر، نكتب تايمر بالإنجليزي ونيجي على فيديو. هختار ده مثلا واضغط عليه كده واظبط مقاسه، مثلا مش هشيل انا الخلفية المرة دي، خليه زي ما هو كده وهصغره عشان احطه هنا. انا مثلا ممكن اخلي ده مثلا اعمله، احط البورد ستايل، مثلا ممكن نقلل الكورنر بتاعه شوية، مثلا نخليه 40 ماشي مظبوطة. بعد كده نيجي عند التكست عشان نكتب بقى هنا الرقم واللي هو الكتابة اللي هنا، هنكتب مثلا هنا 1 ونسحبها كده، تمام. بقى كده مثلا نختار الخط اللي هختاره، بقى كده اضغط الت واسحب عشان ايه اعمل نسخة التانية او كده. وبعد كده نكتب هنا مثلا اوجد الايموجي المختلف، تمام مظبوط. نصغره لغاية لما نظبطه، حتى لو مظبطش مثلا بالارقام اظبطه انت كده مثلا كده مظبوطة. ممكن نخلي الالوان بتاعتهم مثلا اهو ابيض، خليهم بيض. ومثلا ممكن نعمل افكت ونعمل لهم اوتلاين اللي هو ستروك يعني، نضغط مثلا نخليه باللون الاسود نسحبه كده، نخليه مثلا 63 مظبوط كده. نرجع تاني بقى للمقاس اللي احنا كان عليه الاول، نشوف بس الاول فيديو كان هيبقى عامل ازاي كده. اه مظبوط مفهوش مشكلة. هنكمل بقى، نيجي عند برضو الاليمنتس او العناصر ونضغط مرتين عشان يرجعنا للصفحة الرئيسية. نضغط على ار او ننزل تحت، ننزل تحت عند الشيبس ونختار دي ونظبط مقاسه، مثلا نخليه ان هو يبقى ايه هنا مثلا، ونكبره لغاية هنا وننزل بيه لتحت، ومثلا نطلعه فوق سنة ننزل بيه تحت كده مظبوط. دي اللي هو هيكون موجود فيها الايموجيهات، تمام. ممكن نخلي مثلا اللون بتاعه مثلا اي لون تاني، ممكن مثلا نخليه اللون ده حلو، او ممكن تخليه بقى انت اي لون براحتك. والالوان كلها بتختلف والباك جراوند انت ممكن تختلف، مش لازم نفس الحاجة بتاعتي، تمام. ممكن مثلا ايه كده مظبوط مفهوش اي مشكلة. نبدأ الخطوة اللي هي يعتبر اهم خطوة عندنا، وهي اضافة الايموجيهات. هننزل تحت وهنختار ابس، او لو انت بالعربي هيبقى برامج يعني، وهنكتب هنا في السيرش ايموجي بالانجليزي، ايموجي، او نختار دي وهنختار اخر واحده اللي هي ايموجي بس نختارها. هنختار اول واحده عندنا، هو برنامج هيفتح لنا كل الايموجيات دي. انت بقى اختار مثلا اي ايموجي انت عايزه. انا مثلا هخليني في اللي هي السمايل السمايل والبيبو. ممكن نختار مثلا، ممكن نختار ده مظبوط مثلا، ده شكله مثلا.
وافضل حاجه في البرنامج اللي احنا اخترناه ده ان هو بيتيح لي ان انا ممكن اغير الوان الايموجي كامل. يعني ممكن معايا مثلا ممكن اخلي ده لونه ازرق، ودي ممكن هتبقى خطوه في ان احنا نعمل الايموجي المختلف. هنصغره بمقاس كده، نصغر مقاسه مثلا كده ونحطه فوق هنا ونعمل له دوبليكيت. ننزل نضغط على الت وننزل ونضغط على شيفت واحنا بنعمل الت وننزل تحت. مثلا اخليه الفرق ما بينهم 19 مثلا ملي. بعد كده بعد اول مره هتضغط على دوبليكيت هيعمل زي بعض. نختارهم كلهم، نضغط على اول واحد وبعد كده شيفت نختار كله. بعد كده نضغط على الت ونسحب مثلا كده. هيكونوا مثلا الفرق ما بينهم 31. بدل ما كل مره نعمل كده لا، هضغط على دوبليكيت بعد اول مره مثلا كده مظبوط. انا مثلا عاجبني، انت طبعا يعتبر هيبقى يكون فيديو عندك على قناه، فانت لازم تظبطه بالظبط. يعني مثلا انا مثلا هنا في عندي مثلا هنا حاجه كبيره، فممكن اعمل كده بدل ما اتعب نفسي اقوم اعمل كده. تمام بس كده او كده يعتبر مظبوط. طيب كده يعتبر كل اللوجوهات كل الايموجيات متشابهه. هنعمل بقى ازاي اللي هو الاختلاف؟ ممكن عندنا ممكن اكتر من حاجه. ان انا مثلا ممكن انا اختار ده مثلا، ده اللي مثلا هيكون مختلف ده. ممكن اعمل كده زي ما وريتك في الاول. ممكن مثلا اللي هي حته اللي هي السوسته الموجوده هنا ممكن نغير لونها، مثلا الكلر بتاعها ممكن نخليه كده. وتحاول تجيب لون، يعني لو انت تعمل الطريقه دي تحاول تجيب لون مش هيبان قوي في النص. مثلا اختار مثلا الاخضر دي مثلا، او نختار مثلا الاورنج دي مثلا كده، اهو كده ما بينهم مثلا كده. دي اول طريقة عندنا. في طريقة كمان ان احنا مثلا ممكن نرجع تاني بس اول حاجة هو اللي كان عليه ماشي. وبعد كده ممكن ان احنا مثلا نقوم جايبين ده مثلا نفس الايموجي، نقوم مثلا ايه مغيرين المقاس او اللي هو الروتيشن بتاعه. ممكن نخليه كده، او ممكن نطلعه فوق يبقى 180 كده مثلا. دي طريقة تانية. في اخر طريقة عندنا ان احنا ممكن، ودي الاكتر بيستخدموها اكتر موجودة، ممكن هختار دي مثلا، اختار مثلا دي واصغرها. تمام. بعد كده تقول له تضغط عليه وتقول له كليك يمين وتضغط على سند باكورد. هينزل واحدة خطوة واحدة بس. وهنختار اللي هو اللي عليه ده ونقوم ماسحينه خالص. يبقى ايه اهو ما واحد موجود مختلف. اهو دول 3 طرق ان انت ممكن تعمل الايموجي المختلف. احنا مثلا نختار الطريقة دي اللي هو الحركات بتاعتنا. مثلا اختار دولت خليهم ثابتين. ممكن اختار دولت بكله بقى مرة واحدة كده. نختار دول كلهم مرة واحدة بالخلفية بتاعتهم بكل اللي هو الإيموجيات. ممكن نختار دي ده مثلا أو ده حلو. نقول له بص تمام مظبوط. هنا بقى نيجي الوقت اللي هو التايمنج بقى اللي هو الخطوة التالتة، ونعمل كده كليك يمين على اللي هو الوقت شو تايمنج. ومثلا نخليه يظهر بعد مثلا 12 ونص، 12 بعد مثلا ثانيتين ونص. وهنا مثلا يختفي بعد مثلا 10 ثواني ونص من بدايته. تمام كده مظبوط. ان هو ايوه اللي هيظهر بعدها او لو الاجابه هتبان قبل ثانيتين من نهايه الفيديو. ماشي. ممكن اجي هنا واقوم جايب مثلا ضاغطين على الليميتس او العناصر طبعا. نيجي كاتبين هنا سيركل او اي شكل انت عايزه بقى تحطه مثلا على اللي هو الحاجه المختلفه. سيركل مثلا نختار ايه كده، مثلا اختار دي. انت هتحطها باي لون طبعا، انا مثلا هحطها بالاسود بس الاول. وبعد كده نصغرها مثلا كده مظبوط. وبعد كده نضيف لها مثلا حركه اللي هي مثلا دي كده وننزل تحت مثلا نخليها ايه تمام. نشوف كده بقى من الاول هيبقى عامل ازاي. تمام. بعد كده ده يظهر وتظهر الاجابه مظبوط. يعتبر على طول بعدها يخلص. تمام كده مظبوط. فاضل اخر خطوه عندنا في يعتبر الفيديو الاول اللي احنا هنضيف او اللي هي المؤثرات الصوتيه. هنيجي هنا مثلا ان احنا عاملينه ان هو بوب، فاحنا هنضغط هنا كورك. نكتب هنا كورك بوب، نضغط على اول واحده دي ونشوفه مثلا. تمام. نيجي بقى عند هنا اول ما يظهر اللي هو التايمر ونكتب هنا ايج تايمر ونختار مثلا اللي هو 59 ثانية. تمام. ونظبط الوقت بتاعه ان هو ينتهي مع انتهاء الفيديو. بقى بالمرة على طول اللي هو الفيديو الإجابة. نكتب هنا لوجو اس اند 8 ونختار اللي هي 4 ثواني دي. تمام. بعد كده نبدأ من الأول ونشوف الفيديو. تمام مظبوط. مفيهوش أي مشكلة ويعتبر مظبوط بالظبط. كلهم كده نمسحهم كلهم. تمام. ونسيب بس الباك جراوند بتاعتنا والاصوات اللي هو المؤثرات الصوتيه، ونقول له شير ونحملهم. يعني نقول له داونلود ونعمله داونلود ونرجع لكم بعد ما يخلص داونلود. دلوقتي الفيديو خلص تحميل. هروح اسحبه كده واخده اهو كده
قوم سحبه وحطه هنا، وهنقوم بقى عقبال ما هو يخلص تحميل نقوم عاملين كنترول زد، نرجع كل حاجه مسحناها، ونقوم ماسحين بقى ايه الاصوات كلها كده. تمام، خلص تحميله ونقوم ساحبينه كده وحاطينه هنا ورا في الخلفيه. هنبداه من الاول ونشوف كده. تمام، الفيديو مظبوط مفيهوش اي مشكله. يعتبر كده خلصنا، يعتبر انا عرفتكم ازاي هتعملوا الفيديو الفكره نفسها. انت بقى كمل براحتك. ممكن نعمل مثلا دبليكيت كده، يعني مثلا هديكوا نبذه بسيطه عن اللي هو الطريقه النوع التاني من المحتوى ده اللي هو الارقام، وفي نوع تالت اللي هو اللوجوهات. هعمل هنا دبليكيت لو انت مثلا عايز تعمل، وكمان لو انت عايز تكمل بقى الفيديو. اول حاجه نهيت تايم كده، ونضغط على الثلاث نقط دولت ونعمل دبليكيت بيج، او ان احنا ممكن نضغط كنترول دي من الكيبورد. اه عملت كده. اول ما هعمل دبليكيت اقوم ماسح كل حاجه هنا، اقوم ساحب ده بس الاول في الجنب كده هنا عشان ما مش همسحه معاهم. اقوم ساحب ده قبل ما امسح كده، اقوم ساحبه كده مسحهم كلهم. ديليت، ديليت، وبعد كده اقوم ساحب ده كده مظبوط. تمام كده. وبعد كده مثلا انا هكتب بالارقام، فاقوم جايب تكست كده. وممكن تجيب الارقام افضل في اللي هو مثلا في العناصر، يبقى مثلا شكلها او كده. ممكن مثلا نكتب 9، نجيب الرقم 9 مثلا، نقول له جرافيك، ونختار مثلا اي واحد مثلا فيهم. ممكن نختار ده، او ده في كمان الالوان. ممكن كده نقوم مصغرينه بقى بس هوريها لكم في السريع كده عشان ايه انتوا تبقوا عارفين ازاي هتعملوها. او كده مثلا هسيب 16 مثلا مسافة، ان احنا نكبرهم مثلا، اكبرهم مثلا اخليهم مثلا سهلة شوية فيهم 3. بعد كده اقوم عامل الت وساحب كده في الجنب كده مثلا. بعد كده اقول له دبليكيت تاني، كده مظبوطه. كله يعتبر نفس الحاجه زي ما وريتك. ممكن ان احنا ممكن نعمل روتيشن مثلا، نخليه كده، نخليه مثلا 6 كده مظبوط مثلا كده. او ممكن نرجع تاني مثلا نغير الالوان. ممكن نغير مثلا ده للون الاصفر مثلا، ومثلا كده ممكن نحط ارقام ممكن نحط رقم تاني. وبعد كده نخلي ده فوق خالص، فوق عليهم كلهم، ومثلا كده عادي. مثلا حتى لو كبرته وعدى ودخل مثلا في اي واحدة تانية مش مهم، لان دي يعتبر الاجابة. تمام، وبرده زي ما هو، وبرده نختار ان هما كلهم يكونوا اهو. بعد كده نقول له انيميشن والبوب بس كده. تمام، واهم حاجة ان انت بس تظبط وقتهم. ويعتبر مش هيتظبط وقتهم، اسف مش هيتظبط وقتهم لان هما مظبوطين. بعد كده هم ساحبين مثلا ده كده اهو، ونشوف بس هل مظبوطين ولا لا، او لو في اي مشكلة واجهتنا هحلها لكم دلوقتي. هو مظبوط مفيهوش اي مشكلة. شوفوا انتوا مظبوط. هو مظبوط بالكامل مفيهوش اي مشكله. وفي اللي هو الطريقه التالتة اللي هي اللوجوهات، براحتكم انتوا لو عايز تعملوها، وهي نفس الطريقه بنفس الشكل. حبيت قبل ما نقفل الفيديو النهارده اسيب لكم هديه في وصف الفيديو، 3 قوالب للمحتوى ده: قالب للايموجيهات، وقالب للارقام، وقالب للوجوهات. فانزلوا خدوهم تحت هتلاقيهم موجودين مجانيين بالكامل. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. يلا نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.